السلام عليكم اخوتي. اليوم كنت كنتفرج في اليوتيوب وانا كنطلع لي هذا الجبن هذا فلان فينيزويلي. قلنا علاش ما نجربوهش، شحال نخسروا عليه؟ المهم حنا غنجربوه وانتم تعطيونا الراي ديالكم، واش عملنا شي حاجه غلطه ولا هو هذاك. وان شاء الله خليكم مع الفيديو غتشوفوا المراحل، وغنعطيكم الاثمنه اللي شريت تسخرت بيهم من الاول حتى الاخر باش تشوفوا واش قادرين تعادلوه ولا لا. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. المهم الخوت ديالي، خليكم مع الفيديو. المكونات اخوتي كاملين هنايا والاثمنه ديالهم حاجه بحاجه، ما ناقصه حتى حاجه. كما كتلاحظوا في الفيديو. المهم ما ندوزوش الفيديو باش تمشيو مع المراحل تدريجيا وباش تعرفوا شنو كاين. كلشي واضح، كلشي بالتصويره ديالو باش تسلف ما زدهاش. هذا المول يعني فيه عندي المول فيه الطول ديالو 10 سنتيم، شريت واقيلا بشي 20 درهم. انا جبت جميله هرس فيها بيضات، 7 بيضات 10 دراهم و50. كما البيضات ديالي حركتهم معايا بديك، ملت فيها واحد 3 مغارف د السكر، على حساب السكر على حساب الحلاوة. هذا كتزيدو حيت كيتلف ديك النسمة د البيضات، ما كتبقاش فيها ديك النسمة د البيضات، كيتلف هاد السكر هذا. صافي كتحرك داكشي مزيان حتى كيندمج. ساعة زدت معاهم المكون الثالث وهو نيدو الحليب، كيقولولو حليب مجفف ولا ما شي حاجة فحال هيدا، المهم حليب. حرك داكشي مزيان حتى كيندمج الخليط مع بعضياتو، ضروري متحرك باش كيدوب داك السكر وكيندمج هادشي هذا مزيان. كاين اللي كيطحنو في مونيلكس، وانا حركت بيدي صراحه، قدرت الغرض بيدي وطلع مزيون في الاخر. اول وصفه تنجح لي زعما وديك 100%. تبعوا المراحل اخوتي وراه الوصفه ناجحه 100%. هنا مشيت كنعمل كراميل، عملت واحد 3 مغرفات السكر في كاسويله، ملي دابو عملت لهم واحد 3 مغرفات د الماء. ملي كتعملو الماء راه الدبل كيطلع واحد بخار صحيح. صافي ديك الساعه كتحرك داك السكر حتى كيرجع اللون ديالو كريمي فحال هيدا. صافي الساعه خويتو في المول وحركتو على الجوانب كاملين. وديك الكاسويله اللي سخنت فيها السكر دوزت فيها السكر عاد هي نيت غنعمل فيها الحليب. صافي ملي غلا الحليب ديالي كنبقى نخوي شويه بشويه على ديك المكونات اللي خلطت في الاول، البيضات وداكشي، الحليب مجفف على حساب ديك البيضات باش ميطيبوش. الحليب كيكون غالي كتبقى تخوي شويه بشويه. انا خويتو على 3 دفعات. صافي كتبقى تخوي شويه وتحرك مزيان، عاود تخوي شويه وحرك مزيان حتى خويت كل تساليس ديك جوج ديك يطرو د الحليب. صافي هنايا حركت وجيت هنايا جيت كنضيف هذا الجبن، هذا شنو اسمه، نيسلين حليب. والله ما نكذب عليكم اخوتي، المهم هذا نيسلين راه معروف حليب مركب ولا مركز وحده فيهم. صافي كتخلط داكشي مزيان حتى كيندمجو مع بعضياتهم. جبت السمون ديالي اللي كان السكر صافي بس فيه كراميل، كيتسمى كراميل، صافي ناشف مزيان. صافي خويت ديك الساعة ديك الكمية اللي عندي مع بعضياتها خويتها في دقة واحدة. وصراحة والله تصدمني في الاخر، جبت واحد بابي الومنيوم وغلقته مزيان. والنتيجة اللي مزيانة في هادشي هذا هو انني طيبته بلا فرن لا حتى شي حاجة، طيبته في حمام مريم. جبت ديك الجميلة اللي خلطت فيها داكشي في الاول، غليت الماء في واحد كاسرونة وخويتهم في جميلة على حساب الطول ديال المول اللي عندي. صافي وعملتها فوق وطيحت في هذيك الفلون ديالي وعملته فوق بوطة ساعة و4 بالحساب، ساعة و4 بالحساب. انا نسيت ما وريتكمش هاد الوقيته هادي، عملت واحد الدرة باش ديك العافية ما كتجيش ديريكت في المول. عملت واحد الدريرة شوية بين الماء والمول. صافي هنايا كنوجد انا نجربو الموس. صافي كنواجد. صافي واخا تشوفوه كيتحرك، ملي كتحركو المول صافي يعني كيكون طايب. شني حاجة وحدة كتخليوه يبرد حتى كتزول منو السخانة ديالو واحد 3 ساعات ولا 2. ديك الساعة كتعملوه في النبيرة 5 6 ساعات باش ينجح معاكم. وكانت هذه هي النتيجة. انا قلبت الطوبسيل. نتوما تشوفوا النتيجة خوتي، الصراحة انا بيدي صدمتني. لي نتوما ما بقات حتى شي حاجة في المول ونجح معايا 100% الصراحة. شوف تبارك الله، شوف
انا بغيت نوري المشاهدين ديالي وانا كنهرق كراميل. المهم ماشي مشكل. شوفوا تبارك الله كيفاش جا. شوف شي حاجة لهبل لهبل. وما تنساوش تخليوناش من وصفة نجربو معاكم فيديو اللي ماجي ان شاء الله. والله يزين الصنعة. تحياتي للأمهات اللي غيجربوا هاد الفلان، وانا خليتكم حتى الأثمنة ديالو مع احتراماتي. والله يسهل عليكم ما صعب.